هو كان الكتاب أسطورة الدكتور أحمد خالد توفيق. هو في الأساس كان مشروع ستوري تيل، وهما كنت عملت معاهم سلسلة قبل كده اللي هي ألف سيرة وسيرة، مجموعة من السير، حوالي 9 سير، إلى إن جاءت، كان مع كتاب صوتي، إلى إن جاءت أسطورة الدكتور أحمد خالد توفيق. فما كانش يعني زي ما بيقولوا ما حطش عليها العطا، زي ما بيقولوا هما رشحوا أكتر من كاتب لكتابة السيرة، وانا قدمت المعالجه بتاعتي وتم اختيارها يعني. وده كان شيء كان حدث مهم جدا في حياتي، ان يكون ليا علاقه او سطر يجمعني بالدكتور احمد خالد توفيق. فبالتالي قدمت المعالجه وتم اختيارها. على امتداد شهور تفرغت لكتابه العمل، وعرفت فيها الدكتور احمد خالد توفيق. مش معرفة شخصية طبعا، لكن هي معرفة شخصية بشكل ما من خلال كل الناس اللي قابلتهم، سواء تلاميذه أو طبعا قابلت الأسرة الكريمة والدكتور محمد مشكورا. فمن خلال الرحلة ديت يعني أنا تعرفت بشكل شخصي، وكان في إضافة سواء في حياتي أو في يعني اضافه شخصيه جدا. فانا بحس ان الدكتور احمد زي ما ليه فضل على ناس كتير جدا في حياته، فهو ليه فضل عليا برضو بعد ما ماتوا يعني. ففضل الدكتور احمد وعطائه مازال ممتد، وتاثيره الادبي وحضوره الانساني الموازي للادبي مازال برضو ممتد يعني. فزي ما خطه الادبي ودوره الادبي مازال ليه تاثير، دوره الانساني برضو واضافاته للاخرين ما زالت ممتده يعني.